مساء الخير. حابة اتكلم معاكم شوية عن تدوين اليوميات. دي من الحاجات اللي انا بعملها، واكتشفت ان هي من الحاجات المهمة جدا. من الحاجات المهمة جدا اللي انا بعملها، وان انا مش مدياها حقها ومش مدياها وقتها. يعني كل الكلام اللي انا هقوله دلوقتي انا مش مرتباه او مش كاتبة في اي حاجة. هو فعلا دي الحاجات اللي بتحصل، وفعلا هي دي الحقيقة. والحاجة دي اللي انا لاحظتها من اخر مرة كنت بكتب فيها النهاردة. فلاحظت ان انا كنت ببقى عندي طاقة ومشحونة اكتئاب، طاقة ضغط بقى، طاقة حاجات حاصلة، حاجات كتير قوي حاصلة في حياتي. وانا مبقاش عندي طاقة لكل ده. كل حاجة فوق بعضها، كل حاجة جاية مع بعض. كل العلاقات اللي في حياتك اللي بتأذيك او اللي مش بتأذيك. فاكتشفت ان انا كنت بدون من فترة وبعدين وقفت. فقلت طب ليه ما جربش ان انا ارجع تاني. انا كنت لما بدون او بكتب يوميات بتاعتي كنت بحس ان انا كويسة، يعني نفسيا شوية كنت بحس ان انا كويسة، عشان انت بتفرغ مشاعرك وفي حاجة انت بتفرغ فيها مشاعرك. فلما رجعت كتبت تاني النهاردة، انا في الطبيعي كنت بكتب مثلا صفحة او كم سطر، ما كنتش بحسبها يعني. بس النهاردة لاحظت ان انا كتبت كتير قوي، واول مرة اكتب كتير قوي بالشكل ده. عشان بقالي فترة، يعني انا تقريبا اللي لاحظته اخر تاريخ كان بقالي اخر فترة من شهر 8 كتبت اخر حاجة، فمن وقتها ما كتبتش حاجة تانية. لاحظت النهاردة ان انا بعد ما كتبت اليوميات او التدوين وشوية حاجات كده حاصلة معايا، حسيت ان انا كان عندي مشاعر كتير قوي متلخبطة، وحاجات قوي متلخبطة، وكان عندي ضغط كتير قوي. بعد ما خلصت حسيت ان انا ارتحت شوية، ومش شوية بس ارتحت كتير الحقيقة، الحمد لله. وكنت بقعد اسأل نفسي اسئلة واقعد اجاوب عليها. طب انا ليه بعمل الحاجة دي؟ طب ايه اللي بيخليني اعمل كده؟ انا ليه مصاحبة مثلا ناس مش شبهي، او ليه مخليهم في حياتي؟ طب هما بيضيفولي ايه او بيدوني ايه؟ انا بضيع وقتي على ايه؟ ايه الحاجة اللي انا بستفيد اللي انا بعملها؟ او ايه الحاجة اللي انا بكون مبسوطة وانا بعملها؟ ودي اسئلة المفروض ان واحنا بنكتب بنسألها لنفسنا. يعني انت لو مش عارف او انتي مش عارفين تكتبوا ايه، اكتبوا الحاجة اللي انتي حاسة بيها، او ان انتي حاسة اللي انت عايزة تكتبيها. فعلا الموضوع ده بيفرق. ممكن تسألي نفسك انتي ايه العلاقات اللي في حياتك، نوعها ايه؟ انتي لما بتتضايقي بتلاقي حد بتروحيله فعلا؟ فهل الناس دي تستحق ان هي تكون موجودة في حياتك؟ هل صحابك المقربين منك هم شبهك؟ شبهك في احلامك، في طريقتك، في اهدافك؟ هم هيساعدوك ان انت توصلي للحاجة اللي انت عايزاها، ولا مجرد انت عايزة ناس موجودة وخلاص؟ آه، فاحنا فعلا محتاجين يعني نفكر في حاجات كتير قوي. واللي انا لاحظته ان موضوع التدوين يعني من الحاجات المهمة ان انت بتفرغ دماغك. يعني انا بعد ما عملت تدوين النهاردة، انجزت حاجات كتير قوي، عملت حاجات كتير قوي انا كنت مكسلة اعملها، او كنت حاسة ان انا مضغوطة، او ان انا عندي مشاعر زيادة عن اللزوم وتفكير كتير قوي، فما كنتش عارفة اعمل ايه. يبقى انت رقم واحد انت بتفرغ الذاكرة وبتفرغ دماغك. تاني حاجة انت بتقلل الضغط عليك، يعني كل الحاجات اللي انت حاسس ان انت مضغوط منها او ان انت متضايق منها فانت بتكتبها، فبالتالي بتحس ان في حاجة كده اتشالت. ودي حاجة بأمانة انا جربتها. رابع حاجة انت بترتب افكارك، بترتب حياتك، بترتب افكارك على اساس انت عايز تتعلم حاجة جديدة. فانت ليه مأجلها؟ يعني اسأل نفسك انت ليه مأجلها. اسألوا نفسكم انا ليه ما بدأتش لغاية دلوقتي في الحاجة دي؟ او ايه الحاجة اللي منعاني ان انا أبدأ؟ وتكلم مع نفسك بكل صراحة، ما هو مفيش حد هيشوف ده غيرك يعني. وانت بتكتب الحاجة دي ممكن بعدها تقوم تبدأ في الحاجة دي فعلا. يعني ده اوقات اللي كان بيحصل معايا لما كنت بسأل نفسي انا ليه مش بعمل الحاجة دي، او ليه مش ببدأ في الحاجة دي.
فكنت بقعد اتكلم مع نفسي واكتب، وبعدها كنت بقوم اعمل الحاجة دي، كنت بوصل لحل يعني الحمد لله. رابع حاجة ان انت بتوثق اليوم. مثلا لو حاجة حصلت معاك النهاردة، سواء حاجة وحشة او حاجة كويسة، فانت بتوثق اليوم اللي حصلت معاك الحاجة دي، فبالتالي لما تيجي ترجع لها تاني او تيجي تراجع الحاجة اللي انت قرأتها، او سوري ان الحاجة اللي انت كتبتها لما تقرأها تاني، اوقات انت مش هتحس لو حاجة وحشة. فانت بالتالي كده انت بالتالي كده بتوثقها، فممكن ما ترجعش ان انت تعمل الخطأ ده تاني، او ممكن تفكر نفسك يعني لو جيت تعمله انت مش هتعمله تاني. ان انت بتوثق الايام، بتوثق المشاعر، بتوثق افكارك. يعني الافكار دي كلها محتاجة ان هي تتكتب. بتعرف الحاجة النقطة المهمة الخامسة جدا المهمة جدا، ان انت بتفهم نفسك وبتعرف نفسك وبتفهم مشاعرك، وبيكون عندك ادراك واهدافك. طول ما انت تقعد طول الوقت بتسأل نفسك انا بعمل ايه، طب انا ليه ما عملتش كذا، طب انا ليه ما بدأتش، طب انا ليه ما مش بعمل، طب انا ليه الناس دي موجودة في حياتي، طب انا ليه مش ببعد عنهم. فدي حاجة مهمة، او النقطة دي مهمة بالنسبة لي جدا، ان انا اعرف نفسي. انا في البداية كنت بكتب عشان كنت اوقات بحس ان انا تايهة، فما كانش عندي حد ان انا اروح اقول له انا حاسه ان انا تايهه، انا مش عارفه انا بعمل ايه، انا مش عارفه انا ببدأ في حاجه. فكنت دايما بقعد ادور على نفسي، يعني في ناس تانية الحقيقه. فان انت بتكتب، او يعني الحاجه الخامسه دي مهمه، نقطه مهمه جدا، ان انت بتعرف نفسك. يعني لما بتجاوب على حاجات كتير قوي، بتكتب مشاعر، ضغوطات، حاجات انت بتمر بيها. فانت بالتالي مع الوقت بتلاقي نفسك بتفهم نفسك فعلا. انا امتى لما بتيجي تراجع اليوميات دي، يوميات التدوين، لما بتيجي تراجعها بتعرف انت امتى كنت متضايق، طب ايه الحاجة اللي ضايقتني، طب انا ايه الحاجة اللي بتفرحني. فبالتالي انت بتبتدي تفهم نفسك وتعرف نفسك، وتعرف ايه الحاجات اللي بتضايقك وايه الحاجات اللي بتفرحك. فلو استمريت على الحاجة دي او على التدوين، فبالتالي انت كده مع الوقت مش هتلاقي نفسك متضايق بجد، لان انت خلاص شوية شوية بتبتدي تفهم نفسك. رقم 6، ان انت بتكتب خطواتك والمشروع. مثلا لو انت عايز تبدأ في حاجة جديدة، فانت بتكتب خطواتها، بتكتب اللي انت عايز تبدأ فيها. رقم 7، انت يعني بتتتبع ايه الحاجات اللي بتحصل الجديدة في حياتك، ايه اول باول، ايه الحاجات اللي بتحصل اول باول. فدي حاجة كويسة ان انت دايما بتفكر نفسك بنفسك، ودي حاجة مهمة، لان احنا يعني دلوقتي من كتر الحاجات اللي حوالينا، او انا واحدة من الناس، من كتر الحاجات اللي حواليا بحس اوقات ان انا تايهة بجد، بحس ان انا مش عارفة انا بعمل ايه. فالتدوين بيفكرك بالحاجات بتاعتك واللي انت تتتبعها. وكمان حاجة رقم 8، الحالة المزاجية بتاعتك بقى. انا امتى بكون متضايقة، انا امتى بكون مبسوطة. فانت لما بتكتب مثلا لو حاجة حصلت معايا، مثلا النهاردة انا كنت متضايقة منها، فبكتب انا حصل معايا 1 2 3، طب انا ايه اللي ضايقني، ايه الحاجة دي ضايقتني ليه، وايه اسبابها، طب بتكتب تفاصيلها بقى، انت اتضايقت ليه. فبالتالي انت بتبتدي تعرف ايه الحاجات اللي بتضايقك يعني، ودي حاجة مش سهلة ان الواحد يعرفها يعني. والحاجة الحلوة اللي بتحصل في حياتك، انت لما بتكتب مثلا حاجة حصلت او موقف حصل في اليوم بكل تفصيله، فبالتالي انت بعد كده بتعرف انت ايه هي الحاجة اللي بتبسطك، ايه هي الحاجة اللي بتفرحك. ودي برضو حاجة مش سهلة ان احنا نوصل لها بجد يعني مش سهل ان احنا نوصل لايه، نحدد بالظبط ايه الحاجة اللي بتفرحنا وايه الحاجة اللي بتضايقنا، ايه المواقف، ايه الكلمة اللي ممكن تضايقنا وتقفل لنا يومنا. 9 حاجة، انت بتنمي لغتك. بجد يعني احنا كمصريين بنتكلم لغة مصرية عامية، فانت بتكتب. فانا بحس ان احنا اللغة بتاعتنا ضايعة شوية، فانت بتلمي سوري، انت بتنمي اللغة بتاعتك. يعني طول ما انت بتكتب، فانت بتطور نفسك برضو في الكتابة. دي حاجة مهمة برضو في حياتنا، لان احنا اول ما بنخلص دراسة خلاص احنا خلصنا كده تعليم، مش هنتعلم حاجة تانية. 10 حاجة بقى،
دي حاجة مفيدة مثلا لو انت بتتعلم انجليش مثلا. ممكن تكتب مثلا التدوين باللغة الانجليزية ايه اللي حصل، ودي حاجة مهمة جدا.